التحويش. خلينا نعرف ازاي نحوش صح. فكرة التحويش التقليدية اللي هو انك تحط مبلغ معين من مرتبك اول ما تقبض على جنب علشان تجمع مبلغ معين، فكرة انك يبقى قدامك حتة كيكة مش عارف تاكلها. سلوكنا كبشر ما بيخليناش نعرف نتعامل مع اغراء الكيكة دي. لكن لما انا بتكلم على التحويش بتكلم هنا على سلوكيات معينة تقدر بطبيعة الحال تخلي فيه مبلغ كويس على اخر الشهر ما تصرفش، وشهر على شهر على شهر تقدر تعمل احلى تورتة تاكلها لما تحتاج. لما تبص على كمية كبيرة جدا من المصروفات اللي بتطلعها كل شهر هتلاقيها على حاجات هي بالضرورة تعيش معاك أكتر من الشهر ده. زي مثلا خليني أضرب لك مثال، لو قررت مثلا تشتري شنطة، الشنطة شيء أساسي لو كانت للشغل أو للجامعة أو أيا يكن إيه استخدامها. في كذا نوع شنطة تقدر تشتريها دلوقتي، بتبدأ من أول كيس بلاستيك اللي هو استخدام مرة واحدة لحد الشنطة اللي بتسافر بيها مثلا. لما بتيجي تشتري شنطة بتفكر في حاجات كتير جدا، من أهمها إن الشنطة دي لازم تشيل الحاجات اللي إحنا محتاجينها، وكمان شكلها حلو بيليق مع ذوقنا عامة. ممكن تشتري شنطة شكلها عاجبك وفي نفس الوقت بتشيل حاجتك وسعرها 300 جنيه وهتقضي غرضها وزيادة، واكيد هتقعد في حياتك اكتر من شهر. بس سلوك الصرف المسؤول بيطلب منك حاجة صغيرة زيادة عن ده. حاجة زي الشنطة مثلا مش مطلوب منها بس تقعد شهر واحد في حياتك، مطلوب منها تقعد مثلا سنتين. الشنطة مش بس لازم تكون عشان الدفتر والقلم وحبة حاجات كده انت محتاجها دلوقتي بس علشان الشنطة ممكن تستوعب اللابتوب لو احتجت تخرج بيه. الشنطة ممكن تكون مناسبة مع اكتر من طقم انت بتحب تلبسه مثلا، مش لازم طقم واحد. وكمان لازم جدا تكون شنطة متصممة حلوة علشان تريحك مع الاستخدام وتقعد معاك فترة طويلة. عندنا الشنطة ب 200 جنيه اللي هتعمل اللي عليها زي الفل، وعندنا شنطة كمان ب 400 جنيه. الشنطة دي بتستحمل مساحة أكبر وكمان بتستحمل شغل تقيل وكمان بتليق على كل لبس. لو فكرت تحوش بالشكل التقليدي هتشتري شنطة ب 200 جنيه وهتحوش 200 جنيه على جنب. فلو اتصرفت تصرف مسؤول انت هتشتري شنطة ب 400 جنيه، أو على الأقل هتستنى شهر كمان علشان تجمع مبلغها كامل وتشتريها مرة واحدة. الشنطة دي بالفعل هتخدمك بشكل أفضل وكمان هتعيش معاك فترة أطول. الصرف المسؤول بيخليك تتعامل مع الاشياء والحاجات اللي انت بتصرف عليها فلوسك بشكل مختلف شويه عن العادي. فلو مثلا الشنطه ب 200 جنيه دي هتقعد معاك 6 شهور، فانت هتشتري شنطتين في السنه. وكمان 200 جنيه على 6 شهور ده معناها ان انت بتصرف تقريبا جنيه على استخدامك للشنطه دي كل يوم خلال ال6 شهور. ولو اشتريت الشنطه اللي اتصنعت صح هتعيش معاك سنتين. فكده شغل الشنطه دي واقف عليك تقريبا بنص جنيه في اليوم، ومش هتتعارض مع ذوقك في اللبس او في شكلك عامه طول السنتين. وكمان هتاخد فيها اللابتوب لما تحتاج. الصرف المسؤول مش بيقول لك ما تشتريش، الصرف المسؤول بيقول لك فكر صح واشتري صح مرة واحدة على المدى الطويل. المسؤولية المالية مختلفة جدا عن الصرف المسؤول، واديني بس دقايق وانا هشرحها لك بشكل مبسط. ضروري جدا لما تمسك فلوس في ايدك تكون عارف انك مسؤول عنها بشكل او باخر. فلوس ما بتنزلش من السماء، ولو اشتغلت فيها فانت عارف هي تعبتك قد ايه، ولو ما بتشتغلش فانت متخيل اللي اداها لك تعب فيها قد ايه. وعلشان ده ضروري جدا تعرف ان المسؤوليه الماليه هو سلوك انت لازم تتعامل بيه كل يوم في حياتك. لو بتقبض 500 جنيه في اليوم فانت اشتغلت يوم كامل من حياتك علشان تاخد ال 500 جنيه دول. فلو خرجت خروجه مثلا وصرفت 500 جنيه فانت مش بس بتصرف 500 جنيه، انت بتصرف يوم كامل من شغلك وتعبك على الخروجه دي. ولو في الشغل مثلا قررت انك تطلب اكل ب 250 جنيه فانت بتصرف نص يوم شغل على الاكله دي في نفس الوقت اللي انت عارف فيه انك لو جبت ب 250 جنيه حاجات مثلا وحطيتها في الثلاجه اللي هي كده كده موجوده انت بس بتستغلها، وكل يوم الصبح اول ما تصحى استغليت ربع ساعه من وقتك انك تعمل الاكل بتاعك اللي هتروح بيه الشغل، انت بالفعل هتكون اشتريت 5 وجبات بنص يوم بس من شغلك. هتطلع من ال5 ايام شغل ب4 ايام فلوس مش بس يومين. وكمان علشان تسيب مساحه ان في يوم اجازتك تصرف نص يوم مثلا على خروجه وانت عارف انك كسبان. حياتك هتمشي وهتعرف تستمتع بالاجازه وقت الاجازه ده، وانت عارف ان ما عندكش قلق هتاكل ايه النهارده، ولا معتمد على زمايلك اذا كانوا هيطلبوا معاك ولا لا، ولا حتى كونك اخر الشهر هيفرق معاك لانك كده كده عامل حسابه من اسبوع. لو عندك مسؤوليه وعندك ادراك لمجهودك وفلوسك هتقدر بالفعل تريح دماغك من تفكير مش مطلوب منك تفكره كل يوم. وكمان هتسيب مساحه في دماغك انك تفكر في الحفله او السفريه اللي انت مرتبها اخر الشهر او حتى كل اسبوعين. انت بتعرف تتعامل مع الفلوس. الحاجه الثالثه والاخيره هي انك تكون صريح مع نفسك. اسمح لنفسك كل اسبوع انك تقعد مع نفسك وتفكر. عقل الانسان مش بيفكر في كل خطوه بياخدها وهو بياخدها او في القرار اللي هو بياخده وهو بياخده. عقل الانسان بيفكر بالمشاعر البدائيه اللي خلته ينجو وهو كان عايش في الكهف زمان، بس احنا مش في الكهف دلوقتي. المتعه من الاكل اللي هتكلفك نص يوم من شغلك متعه عظيمه. زمان كانت مكافاه انسان الكهف لما كان بيشتغل يوم كامل علشان يصطاد. انك تعيش اليوم بيومه وانك مثلا تشتري الشنطه اللي قدامك علشان حاجه واحده بس عجبتك فيها مش تصرف انسان متحضر، ده تصرف انسان الكهف اللي
قضى اسبوع كامل بيبني بيت من القش علشان يجي يساعد هوا وبيته كله يطير. اقعد مع نفسك 10 دقايق بس كل اسبوع، بدون قلم، بدون ورقه، بدون اي مجهود يذكر. اعمل كوبايه قهوه كده واقعد مع نفسك بعيد عن الموبايل وفكر ازاي هتكون مسؤول ماديا الاسبوع ده اكتر من الاسبوع اللي قبل. فكر في الشيء اللي انت عايز تشتريه ده، هل هو يستحق المجهود اللي اتبذل فيه؟ ولو ما يستحقش ازاي اشتريه برضه بس يكون يستحق. مش هجيب سيره البادجت والتحويش التقليدي الفيديو. خلي الفيديو ده كده مجرد كلام منطقي وابعته لصاحبك وصاحبتك الفاشلين لو عايزهم يستفيدوا. وضروري جدا تخليك شاطر وتشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، ده لو عايز تشوفني بعمل فيديوهات زي ده تانية في المستقبل. وشكرا جدا انك شفت الفيديو، اشوفك الفيديو جاي.